أولا الحصائل هي كالتالي بكل موضوعية. الحصيلة الأولى أن السيد بوتفليقة منذ وصوله في 99 أغلق المجال السياسي نهائيا، ركز على عبادته الشخصية، كسر المنظومات المؤسساتية التي كانت أو شكل معالم المنظومات المؤسساتية التي كانت موجودة، أحدث فتنا داخل الأحزاب، ثورات وانتفاضات داخل الأحزاب، كسر هذه الأحزاب وما إلى ذلك. المجال السمعي البصري هو مجاله هو، القضاء هو قضاؤه هو، المجلس الدستوري هو مجلسه الدستوري هو، سياسته الخارجية بالرغم من وجود وزراء للخارجية إلا أن السياسة الخارجية هي سياسته هو، مسائل الجيش وما إلى ذلك أصبح تدخل في كل شيء وأراد أن يحدث فتن حتى داخل المؤسسة العسكرية بين مختلف القادة، والأمثلة في التاريخ من 99 إلى اليوم موجودة. كذلك الأمر بالنسبة للأحزاب السياسية، إن الأحزاب السياسية التي يزعمون بأنهم منوا بها على الشعب الجزائري، هذه الأمور موجودة في الدستور ومكرسة في الدستور. علاوة على ذلك الجزائر في ترتيبها العالمي، وأنا أتحدث الآن مع الأستاذ دبش وهو صديقي طبعا، ولكن أتحدثه في ترتيب الجزائر في كل المجالات، في كل المجالات، وآخذ تجربة مجالات الجامعة الجزائرية. أين ترتب الجامعة الجزائرية؟ لا مكانة لها في الترتيب العالمي والترتيبات العالمية، على الأقل 3 ترتيبات العالمية. ثانيا في مجال الفساد، الجزائر من أكبر 10 بلدان في العالم فسادا في هذه المرحلة الممتدة من 1999 إلى اليوم، وما عرفته الجزائر من فساد في عهد السيد بوتفليقة يعادل كل ما عرفته الجزائر من فساد من ماسينيسا إلى السيد يمين زروال. والنقطة الثالثة أنه ما فيهش محاسبة، ما فيهش مساءلة، ما فيهش محاسبة. أليس من حق الجزائريين أن يحاسبوا السيد رئيس الجمهورية؟ هل خاطب السيد رئيس الجمهورية مجلس التعباطي وترك المجلس الشعبي الوطني وغيره من الهيئات السيادية، إن كانت هناك هيئات سيادية في الجزائر، أن تسائله وأن تحاسبه؟ هل تحدث السيد بوتفليقة للشعب الجزائري عن طريق وسائل الإعلام الجزائرية حتى وإن كانت رسمية إنه يفضل القنوات الأجنبية ويهين القنوات الجزائرية؟ علاوة على ذلك منظومة الاقتصاد التي يتحدث عنها هو اقتصاد بازار، الإدارة فيه بالفساد. منظومة بازار الاقتصاد الإدارة فيه بالفساد، ولا مجال للرقابة لا عن طريق الإعلام والناس والأحزاب والعالم والهيئات الدولية تصرخ كلها يا جماعة حذاري. حتى مدير البنك المركزي الآن يصرخ يا جماعة يا جماعة نفقات الدولة وكل ما يحدث في الدولة سيؤدي بالجزائر إلى الهاوية، وهم يشترون الذم بالمال، يبيعون الريع للمجتمع، يقتلون إرادة الإنتاج في الجزائر. صادرات الجزائر صفر، واردات الجزائر فاقت كل شيء سواء في المجال العسكري أو في مجال المواد الغذائية والصيدلانية والطبية أو في كل القطاعات. ثم بعد ذلك انظروا إلى مختلف القطاعات. منظومة التربية يا عالم، منظومة التربية، أنا سمعت البارحة للسيد وزير التربية وهو يتحدث من منطقة في مناطق في حملة انتخابية للسيد بوتفليقة، يقول حتى الجفاف الفضل يعود فيه، أن لم يعد فيه جفاف البركة فيه تعود للسيد رئيس الجمهورية. هذا يعني خرجنا من دخلنا في الخرافة، دخلنا في الأسطورة، دخلنا في الوهم، دخلنا في أشياء نعم. لا تمت إلى إدارة البلاد. نعم. وإدارة الدول الحديثة، إدارة الدول الحديثة بصلة. ولذلك كلمة مختصرة يعني. نعم. ولك الكلمة. إن النظام الجزائري غير جدي تماما، إن النظام الجزائري أصبح خطرا حقيقيا على الأمن القومي. إن النظام الجزائري فكك البناء البسيطة التي كانت موجودة من شكل أو الجانب الشكلي للدولة الحديثة في الجزائر. نعم. كما فكك البناء التقليدية الموجودة في المجتمع، وزرع وأصبح الآن يزرع بؤر وفتن حقيقية ستهدم